سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، بلاطو مملحات بعجينه وحده. نتمنى انه تتابعوا معايا الفيديو حتى للاخير. بالنسبه للعجينه، دائما كنخدم بالعجينه القطنيه المعتمده عندي في فيديوهات اللي كنت حطيت لكم سابقا، اللي هو كندير كاس تاع الفورص مع كاس تاع الحليب دافي، كاس تاع الماء دافي، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، 2 معالق كبار ديال السكر سنيده. كنديرهم حتى كيطلع شي شويه، ومن بعد كنزيد عليهم الدقيق، تقريبا واحد 5 ديال الكيسان ديال الدقيق ابيض، ودائما كنقول لكم على حسب الدقيق، زائد ربع كاس ديال الزيت، او لا عفوا نص كاس تاع الزيت. وفي الاخير كنزيد ليها من بعد ما كتعجن كندلكها فواحد 2 معالق كبار ديال الزبده حتى كتخمر مزيان وكيضاعف الحجم ديالها. من بعد كنشكلها على شنو ما بغيتو ديروا ديال الاشكال. بالنسبه لي انايا هنايا شفتوا معايا في الفيديو عندي ميني برجر، ميني ساندويتش، وغادي ندير واحد الشكل ديال بابيو. هنايا خديت العجينه بعد ما خمرت كيف قلت لكم، غادي نحاول نعبرها يعني باش يجيوني قاده وحده. في كل كره درت 20 غرام، يعني كلهم درت فيهم 20 غرام، يعني العجينه كامله اللي عندي قسمتها حتى عطاتني 20 غرام في كل حبه. هنا غادي نبدا اول حاجه بالميني برجر، يعني كل كره نحاول انا نشكلها، ومن بعد غادي نوضعهم في الطاوه على هذا الشكل. يعني كيجيو صغيورين، ما كيجيوش صغارين بزاف، ويعني كيجي الحجم ديالهم يعني متوسط، يعني هو هذاك في الشده وفي العضه. من بعد ما غادي نكورهم كاملين، غادي ندهنهم. هنايا عندي شويه ديال الحليب مع البيض، ومن بعد غادي نرشهم بالزنجلان ابيض، نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم ديالهم. العجينه هذه راه دغيا كتخمر، يعني ما كتاخذش وقت كتير في التخمير. ومن بعد غادي نطيبهم. الشكل الثاني غادي ندير ميني ساندويتش. غادي ناخذ كيف كل كره كيف قلت لكم، بعد ما وزنتها على 20 غرام نحاول انني نبسطها واحد شويه ونلويها، ونجمع هذيك الفتحه ودوك الجناب حتى هما نحاول انني نقرصهم كيف ما موضح لكم في الفيديو، باش ما كيتحلوش معنا في الفران. وهذيك البلاصه اللي فيها الملاقيه تاع العجينه هي اللي كتجي من الاسفل. طريقه سهله وواضحه، يعني ما كايناش شي تعقيدات. يعني العجينه كيف قلت لكم راني دايرها في فيديوهات سابقه، يعني في فيديوهات موجوده، فيديوهاتي الاولين. من بعد حتى هما غادي نحاول نقرصهم واحد شويه بيديا، وندهنهم بنفس الخليط ديال البيض والحليب، ونرشهم هادو بالبافو، ونخليهم حتى هما يخمروا، وندخلهم حتى هما يطيبوا في الفران. بالنسبه للشكل تاع البابيون او لا الفراشه اللي بغيتو تسميوهم، غادي نبسطهم شويه بالمدلك. يعني كل كره حتى هي فيها 20 غرام نبسطها بالمدلك شويه، وكندير الطرف على الطرف الاخر، يعني بحال حتى كنتحصل على نصف دائره. ومن بعد كناخذ هذاك القطاعه او اللاموس اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول انني نقطع شريط صغير في الوسط، وهذاك الشريط كنحاول انني نلويه باش يجي على الاسفل ديال العجينه. حتى هو نفس الشيء كندهنهم بالبيض والحليب، وكنخليها كتخمر وطيب. بالنسبه هنايا الميني برجر، يعني الحشوه انايا خديت هنايا الكفته يعني منسمه، درتها كريسات صغيورين بالحجم ديال هذاك البرجر اللي اولا الخبز تاع البرجر. شحرتها يعني بلا زيت بلا حتى حاجه، درتها في مقله. خديت هنايا مطيشه دوائر، عندي هنايا مطيشه صغيره يعني حبات صغارين، قطعتهم دوائر. والخس حتى هويا باش ما يجيش يعني ما يجيش الشكل ديالو زوين خارج في داك البرجر. حاولت حتى هو انني نقطعه بالقطاعه دائريه، وراه شفتوا معايا راه تقطع معايا بسهوله. الخبز تاع البرجر كيما كتشوفوا معايا الشكل كيفاش كيجي، يعني ملي كنعبروه كنوزنوه باش كنتحصلوا على وزن واحد، كيعطينا شكل واحد وجاو محمرين يعني زوينين. خديت هنايا الاندلس، يعني ما كتجيش حاره، يعني المذاق ديالها مزيان. كيعجبني انايا المذاق ديال صوص اندلس. درت شويه منها في العجينه، درت الخس، درت فوق منه شويه تاع صوص اندلس باش تشد ليا فيه هذيك الكفته.
وعاوتاني درت دوائر ديال المطيشه، ودرت قطع ديال الجبن، يعني حبه تاع الجبن قطعتها على 4. وهنايا خديت هاد العويدات هادو راه متوفرين دابا بالاشكال والانواع، فقط غير باش نشدو بهم هاد لي برجر هادو. بالنسبه للميني ساندويتش، الشكل ديالهم هو هذا، كيجيو رطبين وزوينين يعني صغيورين. بالنسبه للحشوه اللي درت لهم هما، خديت غير صدر ديال الدجاج قطعته طريفات، شرملته في المطارد، شويه ديال صوص صوجا، شويه سكينجبير، العطريه ديال المكسيكيه كيجي لذيذ، درت عجيج بالعطريه المكسيكيه، وشحرتهم بشويه ديال الزيت، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، يعني شويه الثومه بودر حتى هويا، وشحرته على هذا الشكل هذا، كيجي اللون ديالو بحال هكا محمر بديك الصوص الصوجا. خديت صوص اندلس حتى هي نفس الطريقه، شويه الخس، ومن بعد حتى هما درت لهم داك العويدات مع شويه ديال الكورنيشون. هنايا البابيون كيجي الشكل ديالها زوين. وبالنسبه للحشوه اللي درت الوسط فهي عاديه جدا، يعني ما فيهاش شي حاجه، فقط خديت غير الفرماج اولا الجبن، دهنتهم يعني بعد ما قسمت هاد البابيون دهنتهم الطرفين بجوج بداك الجبن. خديت هنايا غير لدان فيمي. انايا هنايا درت ليها هاد الحشوه اللي هي ساهله، يعني ما فيهاش شي لا طياب ولا شحر ولا حتى شي حاجه. درت هكا وجات لذيذه، يعني واخا حشوه هي اللي هي سامبل وساهله، فهي جات لذيذه صراحه. خديت كيف قلت لكم هنايا لدان فيمي، ممكن تعوضوه بالطون مع المايونيز اللي عجبكم. والشكل ديالو البلاطو هو هذا كيف ما شفتو، جا لذيذ بزاف وجا رائع. البابيون من بعد راه ما عجبنيش بحال هكا الشكل ديالهم. من بعد هذاك الوسط اولا داك الشريط الوسطاني دهنته بشويه تاع الجبن، وغطيت هذاك الجبن بالكاشير محكوك اولا المورتاديلا محكوكه، وجا الشكل ديالها حلو. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تنال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير، وان شاء الله تلاقاو غدا ان شاء الله في فيديو جديد.